Hi everyone. Today our recipe is eggplant salad. All the ingredients will be in the description box. السلام عليكم متابعيني الكرام، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده وصفتنا وصفة سلطة لذيذة جدا، سلطة الباذنجانية العراقية. سلطة جميلة جدا وخفيفة، أنا شخصيا ما بعتبرهاش سلطة. يا سلام كده لما تتاكل مع فول وفلافل وعيش بلدي وبصل، حكاية. يلا بينا نشوف مكوناتها ايه. هنا انا عندي بتنجانه، انا عامله على القد بس، عامله بتنجانه واحده. انصحكم جربوا في بتنجانه واحده وتشوفوا حبيتوا السلطه، المره الجايه تعملوا اكتر لان الموضوع سهل وسريع ما بياخدش وقت، يعني مش حاجه مجهود هنعملها نقوم نعمل المجهود مره واحده بس. لا انا متاكده كمان انكم هتعملوها وهتعتمدوها في سلطاتكم وفطاركم وسط الغداء اللانش، بصراحه رائعه تجنن. انا هنا هقطع البتنجان زي ما انتم شايفين كده، اقشره خطوط يبقى شكله حلو شويه، وبعدين هقطع شرايح كلها قد بعضها. الشرايح دي هبدا اقطعها لصوابع زي ما انتم شايفين كده، وطبعا عايزين نقطع الشرايح بقدر الامكان قد بعض عشان ياخدوا السوا مع بعض كلهم. عندي بقى هنا كمان بصل، انا على البتنجان اخدت بصل متوسطه وهبدا اقطعها برضو شرايح كده. ونفس الحكايه عملتها بالنسبه للفلفل الالوان، انا كان عندي فلفل الوان اخضر واحمر واصفر واورنج. انت عندك لون اخضر بس، اي لون فيهم مش فارقه خالص، هو الالوان بتدي شكل حلو. انا هنا طبعا حاولت اجرب ان انا اعملها في الاير فراير. خدت من كل نوع من الانواع دي شويه كده، قلت عشان ارشهم زيت واحطهم في الاير فراير، بس بصراحه ما عجبتنيش الفكره ابدا. ضيعت طعم السلطه. طعم السلطه المفروض انه يبقى مقلي في الزيت، فاحنا معلش بقى هنبدا نقليه في الزيت بس عشان ما يشربش زيت كتير. يعني انا نسيت خالص موضوع، يعني حطيته على جنب موضوع الاير فراير. مش هعملها تاني بالاير فراير، انا هسويها بالقلي بس. طبعا بالنسبه للبصل والفلفل الرومي النار لازم تبقى متوسطه والزيت مش كتير، احنا هنشوح بس زي ما انتم شايفين كده. بالنسبه للبتنجان الزيت لازم يكون اكتر من كده بشويه كتير، وفي نفس الوقت النار بتاعته تفضل عاليه عشان ما يشربش زيت. دلوقتي انا حطيت معلقتين ل3 زيت، وهبدا اشوح فيهم البصل والفلفل الرومي، كل واحد هيتحط لوحده وهيتشوح عشان هتحط واحده كل واحد بياخد سوا. البصل بيدبل بسرعه قبل الفلفل الرومي. وهنبدا على نار متوسطه بس ان ندبلهم مش اكتر، يدبلوا بس، يعني مش موضوع قلي ولون بقى وكده، لا تحس انهم دبلوا مش اكتر من كده. تشويحه خفيفه كده ويدبل البصل ونحطه بقى على جنب، ونبدأ نعمل وراه الدور التاني الفلفل الرومي. شايفين البصل اهو سنة كمان ويبقى خلص. يلا الفلفل الرومي بتاعنا بقى هنحط، بس الفلفل الرومي ضروري في السلطة دي، ممكن ما يكونش ألوان بس يعني المتوفر في أي لون فيهم. أحط معلقتين 3 زيت كده وأبدأ أشوح الفلفل الرومي برضو نفس الحكاية، يدبل ويفضل ما يدبلش قوي عشان يبان لونه مزهزه بالذات الألوان يعني. دلوقتي بقى هبدأ أحط الزيت طبعا كوباية أو كوبايتين من الزيت، يعني حطي كوباية وجربي حسب كمية البتنجان اللي انت عاملاها. أنا حاطة كوباية لأنه بتنجان عندي واحدة بس. لازم يسخن جدا الزيت قبل ما نحط البتنجان عشان ما يشربش زيت مننا. انا طبعا بعد ما يطلع البتنجان بطلعه على مصفى واسيبه كده ساعتين 3، وبعد كده اطلعه تاني على ورقة مطبخ تكون تشرب بقية الزيت الموجود فيه، بحيث انه ما يبقاش فيه زيت كتير. دلوقتي بقى هنبدأ نقلب البتنجان كله، البتنجان والفلفل والفلفل الالوان والبصل كلهم مع بعض، هنحطهم في بولة مع بعض ونبدأ نقلبهم. انا عايزه اوريكم كده كل حاجه فيهم مستويه ازاي. عشان كده بنسوي كل واحده فيهم لوحدها، لانه طبعا البصل بيدبل بسرعه قبل الفلفل، والبتنجان بيبقى عايز زيت كتير، فكل حاجه فيهم هنسويها لوحدها، بس صدقوني مش تاخد وقت توجع دماغكم فيها. نبدأ بقى هنا عندنا هنحط كل المكونات في بول ونقلبها. طبعا احنا نقدر نعمل كمان الصوص في بول مع بعضه، اللي هو عبارة عن الملح والكاتشب والكمون. نبدأ نحطهم ممكن مع بعض في بولة ونقلبهم، بس أنا أفضل إن احنا نحطهم واحدة واحدة بالذات في المرات الأولانية اللي لسه بنعملها فيها، عشان ندوق الطعم شكله إيه ونشوف عايزين نزود من كل حاجة إيه. يعني بعد الملح هدوقه، بعد الكاتشب هدوقه، بعد الكمون هدوقه كده يعني. دلوقتي انا هبدا اقلب حلو قوي، وبعدين اضيف الملح واقلب برضو كويس جدا الملح وادوق.
طبعا يعني من الحاجات اللي ينصح بيها، يعني انا شخصيا بعمل كده، ما بنحطش ملح كتير في الاكل، لان الملح والسكر من السموم البيضاء يعني يعني مش حلوه، مش مفيده ابدا ابدا يعني. فنعود نفسنا ان ملحنا وسكرنا ما يبقاش كتير، مش مره واحده، مره في مره هنلاقي نفسنا اتعودنا على ملح قليل وسكر قليل. دلوقتي انا ضفت الكمون بعد الملح وبقلب كويس، وبعد كده بقى هضيف الكاتشب. الكاتشب برضو هبدأ أضيفه وأدوق، بس طبعا مش هقدر أزود كاتشب إلا لما أزود المكون الأخير، بحيث هو ده اللي هيظبط لي الموضوع، لأن الموضوع مش معتمد على الكمون والملح والكاتشب بس، لا عندنا تاني مكون تاني هو اللي هيقول لنا وصلنا لحد فين. شايفين الوان شكلها ايه، شايفين المنظر كله مستوي، وان شاء الله كله ندوق كده مظبوط الملح قوي. وكل حاجه بالنسبه لي انا حسب ما دقتها قبل كده، اشتريتها من محلات العراقيه، حاسه الطعم هو ناقص التركه الاخيره. دلوقتي انا هضيف شويه زيت زيتون، بس طبعا مش هنضيف زيت كتير، لو ما فيش زيت زيتون ممكن نحط زيت طعام عادي، بس يعني هو يفضل زيت الزيتون زي ما قال الكتاب، الوصفه زي ما قال الكتاب. عندي بقى المكون الأخير، ده بقى بيفرق جدا في الطعم، هو ده يعني التركة الأخيرة دي هي اللي هتديكي نفس طعم المحل. عندنا هنا دبس الرمان، هنحط معلقة كبيرة ونقلب وندوق، طبعا ما نزودش منه قوي لان هو اصلا مسكر، فاحنا عايزين سنة سكر صغيرة. طبعا لما تدوقوا السلطة دي انا متأكدة ان انتوا هتعملوها مرة والتانية والتالتة، وتعتبروها كمان وجبة كده تغميسة حلوة لوقت الجوع في النص كده، بدل ما ناكل لنا شوكولاتاية مش عارفة ايه، ناخد شوية على الاقل، هي مفيدة كلها، البتنجان كله حديد. ان شاء الله وصفتي تعجبكم، ولو عجبتكم وصفتي اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب.